وفقا لتقارير إعلامية، قرر فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقد اجتماع طارئ مع الناخب الوطني وليد الركراكي بسبب الأداء المخيب للمنتخب المغربي في المباراتين الودية ضد أنغولا وموريتانيا. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأداء الهزيل للفريق بالإضافة إلى مشكلة العجز التهديفي على الرغم من توفر مهاجمين موهوبين. وأوضحت التقارير أن الاجتماع سيركز بشكل رئيسي على إقالة الركراكي، وسيهدف إلى تجديد الثقة في المدرب حسين عموتة. ويبدو أن القجع مستاء من أداء المنتخب في الوديتين الأخيرتين، وهو ذات الشعور الذي عبر عنه جانب واسع من الجمهور المغربي.